طيب خلينا ناخد بعض الآراء اللي موجودة في الشارع المصري سواء الأهلاوي أو الزملكاوي. عرفنا بنفسك. عبد الرحمن هاني. أهلاوي ولا زملكاوي عبد الرحمن؟ أهلاوي. طيب خلينا نبدأ معاك في الحتة الصغيرة كده، إيه رأيك في الظلم اللي بيتعرض ليه سواء الأهلي أو الزمالك؟ أنت شايف إن ده مجاملة للأهلي ولا مجاملة للزمالك؟ لا أنا مش شايفها مجاملات. أي تحكيم في العالم فيه أخطاء، في صواب وفي على خطأ، فمش التحكيم دايما مش هيبقى صح ومش هيبقى خطأ. مرة للزمالك ومرة للأهلي، فعادي الموضوع. يعني بالنسبة لي أنا شايفه عادي، مش شايف ان التحكيم التحكيم ساعات بيبقى مبالغ فيه في برضه انت محتاج ان انت حاليا كلجنه تحكيم محتاج لجنه تحكيم اجنبيه ولا لا تدي الثقه للجنه التحكيم المصريه اللي موجوده حاليا؟ لا انا شايف ان هو ممكن نجيب لجنه تحكيم اجنبيه عشان يعني التحكيم المصري دايما بيبقى شايفين نفسهم ان هم على صح، مع ان في اخطاء، كل شيء وارد، لكن ما بيطلعش بره الحكم يقول لك لا الحكم ده اخطا او لا. يعني احنا ممكن نعترف بالغلط، لا هم ما بيعترفوش بحاجه زي كده، بل بالعكس الناس بره بتعترف في اخطاء في الماتش، بيطلعوا بيتكلموا. وفي ياما حكام اتكلمت في كذا ماتش ان هو كان في اخطاء في الملعب، وان هم اخطاوا وان هم عرضوا فريق لظلم تحكيمي، لكن هنا على مصر الموضوع مختلف. طيب جينا لحد دلوقتي فنشوف ممكن يكون في زملكاويه، الله اعلم. عرفنا بنفسك. انا كابتن احمد محمد ده البطولي. طيب اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي طبعا. زملكاوي اكيد. طب السؤال العام بتاعنا، ايه رايك في الظلم التحكيمي اللي بيتعرض ليه الاهلي او الزمالك حاليا؟ هل انت شايفه ده ظلم ولا ده مستوانا في التحكيم كمصر؟ لا هو عادي، هو كده التحكيم ده يعني كل حاجه في اللعبه ده غلط، وده وارد، يعني مفيش حد ملاك، لازم يغلط. حتى في وجود الفار كل الناس بتغلط، مش مشكله يعني كل في الاول في الاخر دي كده اللعبه فور فن زي ما الانجليز بيقولوا يعني، فده جزء من اللعب الاخطاء، عشان كده بنشيل. المفروض ان احنا نشوف اهداف. يعني انت مش مع كلمه ان احنا نجيب خبير اجنبي دلوقتي؟ لا طبعا، كل الناس موجوده كلها كفاءات اكيد. طيب عشان بس برضو ناخد بعض الاراء الثانيه، احنا مش هناخد راي ولا اثنين، احنا هناخد اراء. فعرفنا بنفسك. محمد احمد. اهلاوي ولا زملكاوي؟ طبعا باين ان هو اهلاوي. انا متعصب كمان. طيب في البدايه كده حابب اسالك سؤال عام، هو ايه رايك في الظلم التحكيمي اللي بيتعرض ليه سواء الاهلي او الزمالك حاليا؟ والله هو التحكيم كعادي، الجمهور بيشوف حاجات بيعرض عليها، بس الحكم برضه بيشوف بينفذ اللي في دماغه برضه يعني. طيب انت شايف انه حاليا نحتاج خبير تحكيم اجنبي ولا لا احنا ندي الثقه للمصريين اكتر؟ لا اجنبي طبعا. اجنبي. تمام.